الفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر له أسلوب مميز في الجمع بين الصور الفوتوغرافية والتجسيم ثلاثي الأبعاد إلى جانب فنون الطباعة التقليدية، فن الطبعة الفنية وتقنيات طباعة الشاشة الحريرية وطباعة البقع اللونية والعديد من التقنيات. وأوضح الفنان أن المعرض يضم لوحات من سنة 1969 منذ أن كان طالبا بكلية الفنون الجميلة، ليشمل هذا المعرض أهم المختارات من تجربته الفنية، بحضور الفنان التشكيلي الدكتور خالد سرور والفنان التشكيلي الدكتور أشرف رضا والعديد من الفنانين والفنانات التشكيليين والمهتمين بالفن التشكيلي. تم افتتاح معرض الفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر، معرض استعادي، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعدد الخامات والتقنيات والألوان. اشتمل المعرض الاستعادي للفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر على حوالي 51 لوحة فنية تشكيلية متعددة التقنيات والخامات والألوان، من أحبار وألوان الصباغات الطبيعية، ميكس ميديا، وطبعة فنية، وطباعة الشاشة الحرارية، وسكتشات وبورتريهات الفيوم ثلاثية الأبعاد، لوحات تجريدية تعبيرية على ورق الكرتون. لوحات المعرض مستويات من التشكيل والتصوير ورسومات على الورق بالأقلام الرصاص والأحبار، لوحات تعتمد على البساطة والتلقائية، استراتيجية في البناء الشكلي للوحات، وهو ما يبدو جليا في تناوله للجسد الإنساني بلمسات محدودة خاطفة يعتني الفنان من خلالها بالبناء العام للصورة أكثر من الجانب التشريحي.
يعتبر المعرض ده بالنسبة لي هو المعرض ال18 لفن الطبعة الفنية أو لفن الحفر والطباعة. أنا أقمت في القاهرة 3 معارض مختلفة، إنما ده المعرض الثالث ليا هنا. أنا أساسا من اسكندرية، فنان تشكيلي، بعشق الطبعة الفنية بكل تقنياتها المختلفة. المعرض ده يعتبر معرض استعادي بمفهومين: معرض استعادي بأن أنا بقدم مجموعة من الأعمال من فترات زمنية مختلفة، من أول ما كنت طالب بكلية الفنون الجميلة باسكندرية من سنة 1968 لغاية اليوم، على أساس واستعادي من جانب آخر، مش مجموعة من الأعمال المختلفة، إنما استعادي بمفهوم يعني تجميع مجموعة من التقنيات المختلفة على مدار السنين، إنها بتتصهر معايا مع الوقت لأنها تقدم أعمال فنية جديدة أو أعمال متكاملة جديدة. المعرض ده بيعتمد في الفترة الأخيرة على مجموعة من الأعمال اللي هي الميكس ميديا أو التقنيات المزدوجة، أكتر من تقنية في آن واحد، على أساس أن التقنية الواحدة ممكن تكون ضعيفة في الوقت الحاضر، إنما المزج بين أكتر من تقنية بيدينا فرصة أو بيدي للفنان فرصة أن يبقى عنده إمكانية في الإبداع أكتر، وإمكانية أنه يقدم العمل بالفكر اللي هو المطلوب. طبعا مريت بمراحل مختلفة في العمل الفني، سواء المراحل التقليدية ان انا تعاملت مع الطبيعة مباشرة كلاندسكيب او مناظر طبيعية في الرسم والطبعة الفنية، بالتقنيات التقليدية كالطبعة من القالب الخشبي او قالب الزنك، الحفر الغائر او البارز، وكذلك من خلال الطباعة من خلال الشاشة الحريرية. دي المرحلة الأولى اللي كانت في سجل الواحد أو في الأعمال الفنية الأولى بتاعة الواحد. بعد كده بدأت تظهر عملية الميكس ميديا، يمكن بدأت في أواخر التسعينات أوائل الألفينات، إن أنا أستخدم أكتر من تقنية وأكتر من خامة في نفس الوقت. يعني استخدمت الكرتون المضلع في التفريغات المختلفة واطبع عليه ويبقى اكتر من مستوى سطحي. استخدمت ان انا اطبع على الاقمشة وعلى الكرتون وامزجهم ما بين بعض في قالب واحد او في صورة واحدة، علشان ادي اكتر من احساس تقني او احساس انطباع مختلف عن الطبعة التقليدية. كمان في أعمالي أنا مش بعتمد في فن الطبعة الفنية على فكرة الاستنساخ، بخرج عن فكرة الاستنساخ من أن أقدم أكتر من نسخة من العمل الواحد. يعني في بعض الأعمال يبقى في نسخة أو 2، إنما أغلب الأعمال بسعى إنها تبقى تقنية طباعية صحيح، إنما عمل منفرد. ده بيزود من قيمته الفنية أكتر من إنه يبقى عمل مستنسخ. تقول الناقدة الفنية أمل نصر: يعد هذا المعرض عرضا استعاديا للفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر، ليس بمعنى أنه يجمع نماذجا لمراحل مختلفة من أعماله، ولكن بمعنى أنه يستدعي تقنياته الخاصة وخبراته المتزايدة على مدار تجربته الفنية، مضيفا إليها ما هو جديد. وفي مجموعة من الأعمال يعود الفنان لفكرة الأطر أو النوافذ التي ظهرت في أعماله السابقة بترميزات مختلفة، لكنه في هذا المعرض يقدمها كمسطحات حرة ملونة تستقبله شخوصه الطفولية أو خطوطه المتعرجة السميكة أو تراكيبه التصميمية الخطية التي تحتل بعض مسطحات اللون أو تتحرك خارجها لتكمل حوارا متزنا بين الخطي واللوني.
لوحات الفنان مدحت نصر بين التجريب والتبسيط باستخدام تقنية الميكس ميديا، فمزج الفنان بين التقاليد الأصيلة للجرافيك وتقنيات التطور التكنولوجي والتصوير الضوئي وأنظمة الديجيتال والبرامج والوسائط الإلكترونية. وبمرور الوقت ازداد حرية في الألوان والأشكال وجراءة في البقعة اللونية، والتي بها حرية في الخط والأشكال. ولا يتعامل الفنان مع الاسكتش الرسم التجريبي ثم ينقل لوحاته للسطح الطباعي، ولكنه يتعامل معه مباشرة أيا كانت خامته حتى يكون بنفس الانفعال والإحساس عند الرسم. يمارس الفنان مدحت نصر اللعب بالبهيج الحر داخل نطاق العمل المطبوع، ثم يخلق له معادلا بصريا وتعبيريا عبر الإطار الخارجي الكرتوني والحبال. وفي حالات أخرى نجده يفرغ الكرتون زخرفيا من خلال مربعات ودوائر ليشف عما تحته من فعل طباعي يحتوي على تراكيب، وهي التي يعتمد عليها الفنان في صياغته البصرية بين حرفية التشييد وتلقائية الإحساس، فيحدث ذلك التوازن في المشهد بين العقلي والوجداني وبين النظامي والعفوي. بعض المراحل من عملي الفني كان بيبقى فيه فكرة. أنا من الناس اللي مش بتحب تتعامل مع سكتش وتنفذه بعد كده، إنما بتتعامل مع الفكرة. يعني كان في فترة من الزمن في الثمانينات مثلا أو في أوائل التسعينات انتشرت فكرة في أفريقيا للأسف الشديد عملية بيع الأطفال واستخدام الأطفال استخدام سيء، فبالتالي بدأت تظهر دي في بعض الأعمال اللي عندي بأهمية، وعبرت عنها كأن الطفل ده بيتقدم كسلعة عن طريق إنه بيتحط عليه باركود، واستخدمت الإيقاع بتاع الباركود والهانج تاج اللي بيتعمل في الملابس اعتبرته قطعة من العمل الفني أو استخدمته كإيقاع في العمل الفني بتاعي. دي الفكرة العامة في معرضي النهاردة، بقدمه للزملاء وللفنانين والطلبة الكليات الفنية بالقاهرة مراحل أعمالي على مدار نقدر نقول 50 سنة، من أنا من 67 68 للنهاردة، وأتعشى من يكون على المستوى اللائق أو يدي فكرة للأجيال بدأت الأجيال القديمة إزاي وبتنتهي إزاي وبتستمر لآخر لحظة في العمل الفني. طبعا في أعمال أنا مهتم بيها إن أنا أبرزها من المراحل الأولى. السكتش الأولاني اللي هو سكتش مباشر على الطبعة الفنية، يعني ما أعملش سكتش وأنفذه، إنما لا، أنا كنت بستخدم البليت مباشرة وأتعامل معاه كهو السكتش نفسه وأخد منه الطبعة. وده بدأ كان في أعمالي في 71 و72 و73. استخدمت تقنيات الطبعة الواحدة أو المونو برنت في بعض الأعمال برضه قدمتها، ودي كانت في مرحلة السبعينات
م. أنا في اسكندرية للأمانة اتربيت في أتيليه الإسكندرية، طبعا كنت عضو هيئة تدريس وكده، إنما اتربيت في أتيليه جماعة الفنانين والكتاب باسكندرية، اللي هو يعتبر بوتقة كانت لفناني الصخر لمدة كبيرة، وكان في أسماء كبيرة من الفنانين في هذا الأتيليه. في الله يرحمه الفنان النحات المشهور الله يرحمه محمود موسى، في جماعة التجريبيين بكل طاقتهم وانتقال يعني وإمكانياتهم الفنية كانوا بيقدموها لكل شباب الفنانين في ذلك الوقت. كذلك كان في مجموعة من النحاتين، حمدي جبر وحجازي وغيرهم من النحاتين. في بعض لوحات المعرض يقدم الفنان أبنية من قصاصات الورق المصنع يدويا، وعجينة الورق التي زرع فيها الأوراق المفضدة، والخيوط التي بدت كخطوط بارزة غير منتظمة، وأجزاء من أقمشة مطبوعة يدويا باتيك، وبعض النباتات المجففة. في بعض لوحات المعرض الفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر نستطيع أن نطلق عليها مشاهد صغيرة، حيث تكرر فيها وجود الخطوط الأفقية المتتالية التي قد تمثل طرقا أو حقولا، وكذلك بعض العمائر والنباتات المتناثرة وبعض الطيور. يقدم الفنان من خلالها استخلاصا مجردا لبعض مفردات الطبيعة مرسومة بالأسود خطوطا أو مساحات، ويضفر مع هذه المفردات قطع النسيج المنسول أو الأقمشة التي طبع عليها يدويا مفردات نباتية، وتتداخل مع مفردات البقع الذهبية الصغيرة التي تتناثر في بعض أجزاء الأعمال. يتميز الفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر بالتجديد والتجريب واستعمال تقنيات مختلفة في العمل الواحد، فأبدع في مطبوعات مجسمة ثلاثية الأبعاد لها نظارة خاصة لمشاهدتها وإبداع أعمال مجسمة، تشكيل في الفراغ مستخدما تكنيك الطبعة الفنية بجانب أعمال الطباعة التقليدية التي تسيطر عليها روح التجريد والاهتمام بقيمة وتنوع الأوراق التي يطبع عليها أعماله.
الحقيقة أنا بصنف نفسي ضمن الفنانين التجريبيين، على أساس إن أنا بخوض بعض التجارب في التقنيات المختلفة، وبهتم بالتغيير المستمر. مش بحط نفسي في قالب تقني واحد أو حتى في قالب رؤية واحدة، إنما بعوز أخرج عن التقليدية باستمرار. فكان في من أهم التجارب في التقنية اللي أنا اهتميت بيها تقنية ال3D أو البعد الثالث، اللي هو إن أنا أقدر أحصل على عمل مطبوع في نفس الوقت أقدر أشوفه مجسم في نفس الوقت. فاستخدمت تقنية ال3D في إن أنا قمت بعملية مزج ما بين الفوتوغرافيا وطرق التقنيات الفوتوغرافية المختلفة للحصول على بعد ثالث من خلال النظارة ذات البعدين، اللي هي نظارة لها ناحية لها فلتر أحمر وناحية فلتر أزرق. من خلال رؤية بالنظارة دي بقدر أشوف الشكل المجسم. طبعا ممكن أشوف الشكل المجسم ده للداخل وممكن أشوفه للخارج. يعني لو أنا استخدمت على سبيل المثال النظارة وأنا لابسها حاطط العين الحمراء على الجانب الشمال والأزرق على الجانب اليمين، فممكن ألاقي الأعمال بتاعتي داخله لجوه وهي متنفذه في مجموعه مقترحات الفيوم وبعد مناظر الطبيعيه. لو اتعكست النضاره وبقت الرؤيه الازرق في الشمال والاحمر في اليمين، ممكن اشوف الاعمال خارجه الاطار بتاعي او خارج الحيز المساحي اللي موجود في الشكل. عشان ااكد الاحساس بهذا البعد الثالث عملت الاعمال في فورم ثلاثي الابعاد في حيز فراغي بحيث يتشاف جواه الشكل او خارجه الشكل. دي كانت تجاربي استمرارا لفكره توظيف الفوتوغرافيا او توظيف التصوير الضوئي في العمل الفني، لان ده كانت في رساله الدكتوراه بتاعتي للامانه. فانا بعد كده لقيت ان استخدام تطوير التكنولوجيا او استخدام التكنولوجيا في خدمه العمل المطبوع بغير ما نفقد الروح ولا نفقد الإحساس الفني بالعمل الفني. دي كانت الفكرة العامة في مرحلة من مراحل اهتمامي بالتقنيات المختلفة. تتميز بورتريهات المطبوعة من خلال الشاشة الحريرية للفنان التشكيلي الدكتور مدحت نصر عبر فوتوغرافيا وسيطة على هيئة لفائف ورقية، لنجده يميل لتحويل خيط الرؤية الذي يصلها بالمتلقي إلى جسر مجسم بواسطة نظارة لفلترة الضوء في حيز المشاهدة، وتحويل مساقطه إلى ركائز للبعد الثالث الذي ينزع تلك الوجوه المصرية واليونانية والرومانية في سياقها الطباعي ليدفع بها إلى فضاء يتأرجح بين الواقعي والإيحائي. في لوحات البيئة الريفية استخدم الفنان مدحت نصر تقنيات الطباعة على سطح خشبي ليصور من خلاله هذه الأسطح الخشبية تفاصيل البيئة المصرية الريفية من الأشجار والمحاصيل الزراعية الخضراء، ومن خلال الألوان التي تتميز بها تلك البيئة الريفية
والتي تندرج ما بين الأخضر الغامق والأزرق الكابي والبني والترابي. ولكن المدهش أن هذه البيئة الريفية تخلو تقريبا من البشر، وكأن اللوحات تقترب من فكرة الطبيعة الصامتة. إن هذا المعرض يعد بمثابة رسالة تنبيه لغياب حضور فن الطبعة الفنية في المشهد التشكيلي المصري، ويعرض الاحتمالات التي يمكن أن يضيفها الفنان الواعي لهذا الفن، بعيدا عن مفهوم الاستنساخ، ما يؤكد صلاحية فن الطبعة الفنية لاعتراك فكرة المعاصرة إذا ما تلقفه فكر الفنان المبدع، ومعرض استعادي للفنان الدكتور مدحت نصر.